يا نهار ابيض، يعني ولا هيلحق كاس السوبر ولا هيلعب افريقيا مع منتخب؟ If I could do it, then work on you. اعمل متابعة يا ابو الصحاب للفيديو وتعالى لما اقول لك بقى. عندنا 4 اخبار للنادي الاهلي، 2 حلوين و2 وحشين. الخبرين الوحشين اول واحد ان محمد شريف متصاب ومش هيلعب فترة مع الاهلي، وما عندناش غير جريدي شار، فجريدي شار طبعا لوحده مش هينفع، ففي سامويل الغاني تحت السن دوت المدرب هيصعده يبقى برضه دكة ويحاول، لان طبعا احنا عندنا في المهاجمين مش جريدي شار بس، يعني بن شرقي ممكن يأدي، اي حد ممكن يأدي. دلوقتي في خبر وحش جدا بقى كلنا زعلانين قوي عشانه. مين هو؟ سوبرمان الاهلي، امام عاشور. مين؟ طبعا امام عاشور، كلنا زعلانين، كلنا بندعي له بالشفاء. امام عاشور طبعا من ساعه فيروس ايه اللي جاله وهو تعبان جدا، والفتره العلاجيه مطوله معاه ومش هيلحق كاس السوبر ولا هيلحق افريقيا بتاعت المنتخب. طبعا هو نفسيته بتزيد ونفسيته بقت زعلانه ومتضايق، واحنا كلنا زعلانين عليه وبندعي له بالشفاء يرجع بالسلامه ان شاء الله، وطبعا مصر كلها زعلانه عليه. دول الخبرين الوحشين. الخبرين بقى الحلوين، اول خبر معانا وهو النادي الاهلي توج تالت مره على التوالي في كره اليد كاس افريقيا. طبعا دي حاجة كويسة جدا، وطبعا احنا دلوقتي احتلينا بقى الصالات، والنادي الاهلي بيتوج بقى بجميع البطولات لجميع الفئات وبجميع انواع الالعاب الرياضية. تاني خبر معانا حلو وهو استاذ ياسين منصور هيعمل ايه؟ هيتناقش في القضايا بتاعت الجمهور الاهلي اللي اتحبسوا فيها والمشاكل اللي فيها، وهيهتم بيها. والايام اللي جايه ان شاء الله نسمع اخبار كويسه وهيرجع المدرج زي زمان.